راشد الله يغفر له. راشد كان أظن ما كل الناس تعرف هو اللي خلق التجارة في دبي وأنجحها ودعمها ودعم التجار فيها، وهو الرجل الذي أسس الاتحاد مع أخيه سمو رئيس الدولة الشيخ زايد بن سلطان. من صفات الشيخ راشد اللي أتذكرها لأني كنت قريبا منه ودائما معه في عدة مواقف، الشيخ راشد كان يحب الرجال النشيطين ويقدرهم ويحب الإنسان المجتهد في عمله ويدعمه. أما الإنسان اللي كان لا يهتم بأعماله ولا يهتم ببلده ما كان مقرب له. الشيء الثاني، أكبر المشاريع الموجودة في هالبلد في إمارة دبي كانت بقرار من سمو الشيخ راشد الله يرحمه، وكان دائما يطرح هذه المواضيع والمشاريع الكبرى في مجلسه أو في مجالس الحقيقة، إن كان في مكتب الحاكم أو في فيلة الجميرة أمام جميع الموجودين ليناقشونها ويسألنا. أكيد كان القرار النهائي له، بس كان يأخذ الرأي من جميع الموجودين ويستنير برأيهم. وهذا كانت سياسة الشيخ راشد. حتى في المواقف السياسية كان يستشير ويأخذ الرأي، ولا شك أن دائما قراراته قرارات ناجحة وسديدة على جميع المستويات، إن كانت في الإمارة أو في الاتحاد أو قرار خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. في عادة الواحد ما بينساها، إذا كان هذا الصاحب اللي له غاب يومين أو ثلاثة عن المجلس ولا شافه، دائما يستشير ويسأل عنه ويتخبر وين راح فلان. الرجال بأفعالهم، ولذا فقد اختار الفقيد الكبير البناء والتطوير والتصنيع بدلا من الكلمة، وفضل إرساء دعائم التقدم الشامل